يلا نخش على طول على الفكرة المهمة ديت اللي جات لنا كتير في الامتحانات الاسترشادية والامتحانات السابقة. يلا بينا. عندنا البريزنت بيرفكت زي ما احنا شايفين هو معروف انه بيتكون من هاف وهاز ومعانا البارت بارتيسيبل او الفي 3 التصريف الذاتي، ولكن ممكن ياخد شكل تاني اللي هو عبارة عن have been to أو been أو يبقى have gone to. إيه الفرق ما بين هنا وهنا؟ لو أنا عملت الفعل بتاعي في الماضي بدون ما أحدد لك وقت محدد، يعني إمتى exactly حصل، فأنا أقول لك والله أنا أكلت لعبت شربت، خلاص يبقى استخدم have في تصريف الذات. I have eaten, I have played, I have مثلا drunk. يبقى أنا قلت لك إن أنا عملت الحدث ده وانتهى ولكن أنت ما انتش عارف، أو إن أنا عملته ولكن أنت شايف أثر حالي، يعني مثلا أنا خلصت الدرس بس السبورة ورايا فيها كتابة يبقى لسه مخلصة. أقول لك I have just finished the session. ففي الحالة دي أنا عملت إيه؟ خلصت وما عرفتلكش إمتى. هنا بستخدم have و has وتصريف إيه؟ طبعا عارفين has طبعا مع he والشي والإنت. لكن have been ده معناها ذهب، الاثنين معناها ذهب. والله ايه الفرق بقى بين have been to و have gone؟ والله been لان انت واقف قدامي بكلمك من اهو، انت قدامي موجود قدامي بكلمك، انت هنا قدامي، يبقى في الحاله ده انت رحت للمكان وجيت، يعني انت مش موجود في المكان ده، يبقى اذا بستخدم have been to. مثلا واحد بكلمك قاعد قدامي وبقول لك انت رحت انت شرم الشيخ مثلا، او مثلا هل انت رحت شرم الشيخ قبل كده، فيبقى have you ever been to شرم الشيخ، مش هقول له كم. طيب تعالى نشوف بقى have been in. والله لو انت رحت او انا كنت موجود، يعني انا هنا ان دي انا عايزاها بعدها مده، زي مثلا ايه في سنه، في شهر، سنه معينه. والله I have been in انا كنت موجود في سنه مثلا 2025 في المكان ده، خلاص يبقى بستخدم have been in بعدها المده. طب have gone to، have gone to اللي بيتكلمه ده انت اصلا مش قدامك، فانت بتكلمه عن طريق التليفون وهو لسه موجود في المكان، يعني هو موجود في المكان، هو موجود في البليس ده، فانت بتقول له والله بقالك قد ايه مثلا موجود في المكان ده، او انت ذهبت امتى للمكان ده، او هو يقول لك انا رحت للمكان دوت. او لو انا قلت لك انا في المكان سافرت مثلا اسكندريه وانا موجوده هناك، حد بيكلمني فبتقول له حضرتك ان انت I have gone to Alexandria، انا لسه موجود هناك ما تركتش، يبقى have been to سبته، have gone انا لسه موجود في المكان اللي بزوره. طيب كلمه معروف، لكن احنا هناخد هنا العلامات اللي جايه في الامتحان وقلت في الاسئله اللي هي حضرتك شفت ريسنتلي او ليتلي، حطهم لي لو شفت ريسنتلي او ليتلي حطهم في الاول الكلام واستخدم معاهم هاف وهاز وتصريف كده. كمان شفت نو سونر بتحط في الاول، كنا خدناها في الطريقه العكسيه لكن ليها مكان تاني الطبيعي بتاعها اللي هو رقم 3 في الجمله، وبنربط برابط اسمه دان ما تنسوش. كمان اوريدي كتير رقم 3 اللي هي معناها حقا بالفعل، لان انا باكد الحدث رقم 3. ايفر يعني معناها من قبل رقم 3، وايفر دي ممكن تيجي كذا حاجه نتكلم عليها من السؤال، بتيجي رقم 3 لو جت في الجمله، لو جت في جمله او السؤال ما تفرقش. نيفر بتيجي رقم 3، جاست بتيجي رقم 3 وبتعبر الحدث لسه منتهي وله اثر. اذا هنا عندنا في علامات بتيجي في النص للثلاثه، رقم 3 قبلها هاف وهاز وبعدها تصريف الثالث. نو سونر اوريدي، لو ان خلي بالك كويس مور في فرق، عشان لو كابيتال هتحطوها في الاول، لا هنعمل الطريقه العكسيه الانفرجن، خلاص. وكل ده بيجي رقم 3 اللي بيجي في اخر الجمله. قال لك تيجي في مع النفي طبعا، ممكن احطها مع السؤال، اوريدي ممكن تتبدل حتى في الاخر خالص، سو فار حتى الان، اب تو ناو حتى الان، سينس وفور احنا بنحطهم في نص الكلام او في الاخر خالص بعدهم الفترات. تعالى نشوف اوريدي بتيجي فين. اوريدي انت لو شفتها يا فندم حضرتك هتجيبها في حاجتين، في السؤال ومعناها بالفعل. هاف يو اوريدي دان، انت فعلا بجد عملت الحاجه ده، بجيبها للتوكيد. I have already دي جمله يا جماعه، اهي جمله I have already، يبقى اوريدي رقم 3 او اقدر احطها رقم كمان الاخر خالص في اخر الجمله، تنفع كده وتنفع كده وتيجي للتوكيد، تكنفر emphasize. ever لو جت في
السؤال زي هنا في السؤال ده يبقى معناها من قبل كده، بيسألك على تجربتك انت عملتها ولا لا. have you ever كانت رقم 3 اهي been to Cairo، ده معناته ربنا يبقى يرجع وراجل قدامي وانا بسأل رحت قبل كده القاهرة. كمان ايفر مش بس بتيجي بالسؤال من قبل كده، ايفر بتيجي مع حاجه اسمها التفضيل. يعني ايه التفضيل؟ والله بقول لك she is the most beautiful girl، هي احلى بنت I have قابلتها في حياتي. فبقول I have بستخدم في الجمله الثانيه صيغه I have ever والتصريف الثالث، او I have met ever احطها في الاخر، تنفع كده وتنفع كده. كمان ever بتيجي مع النفي، حاجه ازاي تبقى ايوه بتيجي مع النفي. بحط رقم 3 I have ever never، انا عمري ما اكلت eating salty fish. ever never ينفع؟ ايوه ينفع. ever بتيجي في النفي والتفضيل وسؤال التالت بيبقى من قبل ذلك. تعالوا نشوف بقى يد بتيجي مع مين؟ يد بتيجي مع النفي، يعني لازم هي معناها نفي. كان بقول لك ما شفتش خالص، انا ما شفتش خالص I haven't seen him yet خالص. او مثلا زي ما جايه هنا زي ما انتم شايفين في السؤال ومعناها ولا لسه ولا لسه. have you eaten yet اكلت ولا لسه؟ يبقى yet لو كانت في السؤال في الاخر والاثنين كانوا في الاخر زي ما قلنا هنا في الاخر. هنا معناها في النفي خالص وفي السؤال معناها ولا لسه. نيفر قال لك خلي بالك ما تجيبوش نيفر الا في الجمله المثبته يعني مع هاف وهاز. ليه ما ينفعش تجيب اثنين نفي مع بعض. طبعا كمان احنا بناخد مع البريزنت بيرفكت هاف وهاز بناخد معاهم فور وسينز، لكن تعالوا لما نتكلم عليهم في الحته اللي هناك دي. يلا بينا. يعني ايه هو الباست بيرفكت؟ الباست بيرفكت هو حدث من ضمن حدثين في الماضي. هو الحدث الاولاني ده والله انا قبل ما مثلا قبل ما اتغدى انا كنت لسه راجعه من الشغل، يبقى اول حاجه رجعت من الشغل بعد كده اتغديت. الاثنين حصلوا، ولكن الاولاني ده اللي احط فيه هات والتصريف الثاني، وده بيعتبر حدث منتهي في الماضي والسابق الاول. بس خلي بالنا ليه رابط معينه طبعا. امتى اجيب المجموعه اللي بتاخد او الروابط الزمنيه اللي بتاخد هات في جمله وتصريف الثاني؟ تعالوا نشوف مع بعض، وده اللي بيجينا في الامتحان مع اختلاف بعض الفروق اللي برضه بتجينا في الامتحان. مثلا عندك كلمة بعد اسمها after أو عكسها، أجيب before وأحط that يبقى معناها بعد. after before that. وكلمة تانية بنسميها اسمها happen برضه معناها بعد. having برضه معناها بعد. كل المجموعة دي معناها بعد. ولكن after بيجي بعدها جملة فيها هات وتصريف الثالث وبيفور ذات. إلا هافن يا جماعة لو جملة معلومة أنا معناها بعد، ولكن بيأتي بعدها التصريف الثالث. دي لو كانت أكتف، يعني أكتف معلومة. يبقى زي ما أديكم مثال كده هنحل مع بعض. بين والتصريف الثالث، لا دي لو مبنية للمجهول يعني هنا هتبقى باسيف. يبقى تاني بعد اللي هي هافن تصريف ثالث أو بين والتصريف الثالث لما مبنية للمجهول. كمان عندك اسود هتقول طب ما اسود الاثنين ماضي، قال لك لو ورا بعض يعني في ار اي في كرونولوجيكال اوردر يعني ترتيب تسلسلي، لكن لا انا عملت ده الاول بعدها في فتره زمنيه حصلت ما بين الاثنين، لا يبقى هاخد as soon as. هنا الاولاني واللي بعده عملته، ما انا مستحيل هتغدى وهروح انام الساعه 10 مش ورا بعض الحدثين، لا ده في فرق زمني يبقى اخد as soon as وحط اللي في الاولاني هي التصريف الثالث. انطق معناها لغايه، بس خلي بالك من المنطقه ده مهم جدا. يجي بعد قبله منفي ماضي منفي. لو عندك فيرب انفيب didn't، عندك اسم انفيب wasn't او weren't، يعني لازم اللي يجي قبل until a didn't والverb المصدر wasn't و weren't لو عندك اسماء، وبعد كده بعدها هات التصريف الثالث في الجمله. it wasn't until معناها والله الحدث الثاني ده حصل، لا ما حصلش الا لما الاول يعني الثاني ده ما حصلش الا لما ده الاول حصل. فلك اسمها احفظوا كده it wasn't until، لان ممكن يقول لك ايه محتاج هنا وفي عندك ذات رابط زمني في الجمله الثانيه اللي فيها باخد فيها التصريف الثاني. it wasn't until that تمام، على عكس نصورا زان زي بتاعت المقارنه. كمان عندك it was only when، والله ما حصلش لما ده حصل الاول، يعني الثاني ده ما حصلش الا لما حصل ده الاول. يبقى اذا هي الطريقه المنفيه طريقه هنا مثبته، بس هو بيقول لك يعني ايه ان ده ما حصلش الا لما ده حصل الاول، والله ده حصل الا لما ده حصل الاول. هي بتترجم بالشكل ده باللغه العاميه عندنا. خلاص it was only when
it wasn't until. ممكن تشيل لك حاجه من دي يقول لك اختار، فتبقى انت برضه عارف، وتجيب بعدها هات التصريف التاني. ممكن استخدم because وسنس واز اللي معناها لان. ما هي رابط زمنيه، لو حدث اولاني عادي جدا 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 استخدم حدثين في الماضي في فرق زمني ما بينهم، يبقى الاولاني هات والتصريف الثالث والثاني في البي تو التصريف الثاني. نو سونر خدناها بس هتاكل نو سونر هي كابيتال هي مش سمول، لا يبقى هجيب هنا الطريقه العكسيه هات والفعل والتصريف الثالث زي لها بارلي وايه وهارلي. كمان نوت انتل نوت اونلي ليتل وكمان نيفر لو جت لنا في الاول بس جه بعدها جمله، بس الجمله دي في الماضي مش مضارع، ماضي وحدث تاني، حدث تاني. فكروا في الحته دي، لان هي لو مش حدث تاني يبقى لا، يبقى هيجيب دي ماضي ودي ماضي. لكن لو هو حدث تاني يبقى الاولاني اهو احطه بعده بالطريقه العكسيه، ان اجيب هات والفاعل والتصريف تنفع. هنا قال لك انت قلت لنا ان الباست بيرفكت بيبقى جملتين، فدي العلامات اللي هلزق فيها جمله فيها هات والتصريف الثالث، لكن اللي بعده بيبقى في الجمله الثانيه اللي كلها الجمله الثانيه بتاخد الباسم اللي هو الماضي البسيط التصريف الثاني. طيب زي مين بقى؟ زي عندنا كلمه since بعدها جمله في الماضي by the time when الجمله بتنفع هنا كمان بتنفع هنا. وتعالوا كمان نشوف الاختلافات المهمه دي اللي بتيجي في الامتحان. يلا ايه الفرق ما بين just و just now؟ just احنا عارفين ان بيجي معاها have وhas والتصريف التالت، لكن just now هي بيجي معاها بس الفيتو، يعني هنا الجمله دي just now خد التصريف التالت، اما just بس لا هناخد معاها have او has والتصريف التالت بتاعها. ايه الفرق ما بين باي لو جه بعدها فتره زمنيه في الماضي وباي لو جه بعدها فتره زمنيه في المستقبل؟ والله لو جه معاها باي فتره زمنيه في الماضي يبقى ناخد بعدها جمله فيها هاد والتصريف الثالث، اما لو باي جه بعدها فتره في المستقبل وده عندنا في المنهج موجوده احنا بنجيب معاها، لكن لو جه باي جه بعد فتره في المستقبل فانا بجيب ويل هاف لانه مستقبل فلازم ويل، يبقى ويل هاف والتصريف الثالث. تاني باي فتره في الماضي هاد والتصريف الثالث. خلاص لو في الباي والمستقبل عارف المستقبل زي باي تومورو باي اي فتره يبقى ويل هاف والتصريف الثالث. ايه الفرق ما بين فور وثينجز؟ فور بتحب بيجي بعدها يا اما او او ذا او رقم، يعني اقول فور 3 years عادي، فور while، فور the last أو last week، for the last week عادي ده بعدها ذا رقم بتحب الكلام ده كله. أما سنس بيجيب معاها بداية الفترة، يعني أقول لك إن سنس مثلا سنة معينة 2020 في الماضي، أو جملة فيها زي ما قلنا التصريف الثاني، لأن إحنا كنا قلنا سنس بيجي بعدها جملة فيها الفي 2. نيجي بالحتة مهمة جدا، أهم حاجتين اللي هما ينفوا الأسامي، اللي هو I have been doing، والفرق ما بين I had been doing. والله هنا معناه بقالي وما زلت، انا بقول لك انا بقالي ساعتين مستنياك، انا بقالي ساعتين بعمل حاجه دي. كلمه بقالي اسمها I have been او she has مثلا been، وبيبقى في اي ان جي، ويدل ان الحدث بداته ولسه ما زال لغايه الان ومكمل كمان. يعني مثلا انا بدرس مثلا بقالي اكتر من 10 سنين مثلا، يبقى I have been teaching more than 10 years. امال have been doing، انا have been doing بتيجي مع حدثين، حدث كان في الماضي قاعد انت كنت بتعمله خلاص، وبعد كده عملت الحدث التاني، بس انت كنت قاعد في الفتره دي كنت بتعمل حاجه، ولازم هنا في الجمله دي لازم تجيب فتره معينه، لازم تجيب كلمه فور في الاثنين، يعني هنا او هنا لازم اقول هنا والله I have been doing this for مثلا 3 hours لمده 3 ساعات، وهنا اقول فور بس انا هنا بس انا هكون مكمل هنا، لا هنا الحدث اللي كنت بعمله ده انتهى خلاص، طيب انتهى خلص مش هكمله، وبعد كده عملت الحدث التاني او توقف لان في حدث تاني هيحصل بعده. طيب تعالوا بقى نشوف هنا علامات الجمال زي كلمه I wish و I rather و I sooner، وهنا اف الثالثه وبرضه حطها في الجهه الثانيه مع النص. I wish و I wish هنا و I rather و I rather و I sooner و I sooner لو جم في زمنين لاستخدامين، لو جم مع هاد يعني جمله فيها هاد والتصريف الثالث يبقى ده اعرفوا ان ده ندم
او تقطيم، يعني تقطيم يعني بيعمل سكوب بيبوخ حد. فلو انت او بمعنى اصح عكس الواقع، يعني اقول if I had finished هذا هو I wish، ده معناه يا ريتني كنت ايه؟ ايه انا كنت عملت الحاجه، يعني حضرتك انت خلصتي؟ لا، عكس الواقع، ما خلصتيش، بتقولي يا ريتني كنت عملتها. فدول هات والتصريف الثالث الندمان او بقطع وزيها اترازل وايسولر. وكمان حاله الفكره اللي احنا عارفينها عكس الواقع، خلاص نحط هنا الهات بعد جمله اف الاولانيه، في الجمله الاولانيه هات والتصريف الثالث، والجمله الثانيه وود هاف والتصريف الثالث. معروف. طيب لو انا اجيبها للتمني، لا لو اف وش وايترازل وايسولر واتس تايم، لو جمله تمني بس اتس تايم من غير تو، اتس تايم من غير تو، لان خلي بالكم ان ليهم استخدامات اخرى. هيدرازل واكسودر معناها انا افضل، يعني ممكن يجي بعدهم مصدر عادي لو معناهم يفضل، لكن لو جه بعدهم جمله يبقى يا اما ندم يا اما تمني. بس التمني انا بجيب بعده هنا جملتي بقول اي واقوم حاطه فيها التصريف التاني، يبقى التصريف التاني اتمنى، يعني بقول اي وش اي كنت، اي وش اي فينيشد، يا رب اخلص، يا رب بتتمنى. ممكن احنا بنتكلم عن هيدرازل واكسودر واتس تايم. بس خلي بالكم بقى، ساعات يجيب لك جمله مثلا بقول لك هنا اي حاجه خلاص، ويقول لك yesterday، مش دي علامه من علامه الماضي؟ لو اديته علامه من علامه الماضي يبقى الحدث مش تبني، الحدث ندم مع وش ونظر واي صوره، يبقى في الحاله دي هاخد هات والتصريف الثالث، هات والتصريف الايه؟ والتصريف الثالث. كده يبقى احنا خلصنا الجزء اللي هو مهم جدا وهيجي في الامتحان. تعالوا نشوف الاسئله بتيجي ازاي.